السلام عليكم ورحمة الله. هنعمل حاجات حلوة قوي يا جماعة، حلويات تنفع فطار للولاد الصبح في المدرسة، وممكن تنفع بعد الظهر تحلية او لو عندنا ضيوف. هنعمل دوناتس، ومعايا المقادير زي ما انتوا شايفين: 6 كوبايات دقيق، وكوباية ونص لبن دافي، ورشة فانيليا، معلقة ونص خميرة فورية، 3 معالق زبدة سايحة وممكن زيت او سمنة، 3 معالق سكر، و3 بيضات. هنحط السكر على الخميرة واللبن الدافي، ندوبهم مع بعض، نسيبهم بس كده 10 دقايق ولا حاجة مع بعض يخمروا، والخميرة اتأكد ان هي كويسة، وتبدأ تطلع البابلز اللي من فوق دي. واكون انا في الوقت ده حطيت بقية المكونات في العجين. وطبعا ممكن نعجن على ايدينا، والدقيق ده يا جماعة نستخدم دقيق يكون معجنات عشان انا محتاجة عرق شوية، او ممكن نستخدم جميع الاغراض، لكن ما ينفعش الكحك والبسكوت. تمام. حطيت الدقيق في العجان، وحطيت معاه زي ما قلت لكم زبده انا مسيحاها دايبه، وممكن سمنه وممكن زيت، مش هتفرق خالص في الطعم. رشه الفانيليا على البيض اهو، وهحطهم هما كمان. تمام. هنركب بقى العجان بتاعنا، الوش اللي هو بيعجن ده، الخطاف، ونبدأ نقلب المقادير مع بعض. وهتكون في الوقت ده الخميرة خلاص فارت، هبدأ انزلها واحدة واحدة على الخليط. عجنتها لمدة 7 دقايق لحد ما تبقى زي ما انتوا شايفين كده، ناعمة جدا، ملساء خالص، مطاطية، وفي نفس الوقت بتلزق في الايد شوية، مش كتير، شوية. تمام. هاخدها بقى انقلها في بولة انا دهنها بشوية زيت علشان نسيبها تخمر. هتخمر قد ايه؟ هتخمر تقريبا من نص ساعة لساعة الا ربع، حسب حرارة المطبخ عندك. حطيت على وش العجين برضو زيت عشان انا عارفة ان هي هتلزق في الاسترتش راب، علشان ما تلزقش فيه وتبوظ لي العجين. حطيت على وش العجين مسحة زيت. تمام. سبتها ساعة الا ربع، بقت بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. كنت انا بقى سيحت الشوكولاتة وحطيت الحشوات اللي انا محتاجاها كلها، والتزيين جهزت كل حاجة. هبدأ اقطعها هنا قد قبضة ايدي زي ما انتوا شايفين عشان تطلع قد بعض. طلعوا معايا كام قطعة؟ طلعوا معايا 20 قطعة. تمام. بعد ما كورتهم هسيب طبعا مسافات معقولة ما بينهم، وهسيبها ترتاح 10 دقايق بس. في الوقت ده هلاقيها شدت اهو شوية. وبعدين علشان افردها وتطلع سوا واحد، انا مسحت الرخامة بزيت وجبت طبق، ضغطت ضغطة واحدة. ايديا بقى مش معلمة ولا صوابعي، مفيش جزء اتخن من جزء، طالعة كلها نفس السوا. وبأي حاجة، ان شاء الله غطا ازازة، اي حاجة، وهعمل فتحة في النص. تمام. بص طلعت مدورة عاملة ازاي، وكلها قد بعضها. هوريكم واحدة كمان. شايفين باين قدامي ان انا مسحة الرخامة بزيت او سمنة، اي حاجة. ضغطت اهو ضغطة. بصوا طلعت مدورة جميلة متساوية، وصوابعي مش معلمة فيها، مفيش اي حاجة. وبدل بقى ما اجيب ورق زبدة واقطع قطع صغيرة احط عليها لما تخمر، ان هي لما تخمر هتلزق، انا مسحت الصينية زيت زي ما انتوا شايفين، ورصيتها فيها لحد ما سبتها 10 دقايق كمان خمرت. القطع الصغيرة دي الولاد بيحبوها جدا، فانا حطاها كده. لكن احنا نقدر جدا نجمع العجين تاني ونسيبه يريح شوية، ونقدر نشكله ونقطع تاني. بحطها في زيت ما يبقاش غويط قوي، وفي نفس الوقت ما يبقاش سخن قوي، لازم يبقى سخن مش قوي، عشان تاخد وقتها على ما تنفش وتحمر، وما تبقاش من جوه معجنه. اول ما بحطها بقلبها على كل جنب شوية، وبعدين اسيبها لحد ما تاخد لون على مهلها. النار وسط، الزيت مش حامي قوي. لو حسيت ان الزيت سخن قوي، ممكن ارفع الطاسة عن النار شوية لحد درجة الزيت، درجة حرارته ما تنزل شوية، وارجعه تاني واكمل قلية، مفيش مشكلة. بصوا اسهل تقليب بالسيخ الخشب اللي انتوا شايفينه ده. خدت لون حلو من كل جنب، واقدر اقلبها كل شوية زي ما انتوا شايفين اهو، بالراحة جدا في المرحلة دي. وما استعجلش ابدا، لازم تاخد لون ذهبي حلو. اطلعها افردها في صينية لحد ما تبرد خالص، وبعدين ابدا ازين زي ما انا عايزة، لان انا مش هقدر امسكها اصلا. ولو ضغطت عليها وهي لسه سخنة، من جوه هتمسك في بعضها ومش هتبقى حلوة. سبتها لما بردت زي ما انتوا شايفين، لونها حلو قوي وموحد، حجمها كله قد بعض، ومن فوق زي من تحت، شكلها ما اختلفش خالص. اقدر ازينها من اي ناحية زي ما انا عايزة. افتح لكم واحدة كمان من جوه عشان تشوفوا المسام بتاعتها عاملة ازاي.
مش شاربة زيت خالص، ما فيهاش اي ديفو يضايق حد خالص. حلوة جدا وهشة جدا، وتنفع طبعا. بصوا من جوه اهي عاملة ازاي، حلوة جدا. تنفع تتخزن في المدارس في الفريزر، واطلع منها وقت ما انا عايزة. زينوها زي ما انتوا حابين. انا فتحتها وحشيتها كريم شانتيه، وحشيتها كمان كاستر، ومن فوق شوكولاتة زي ما انتوا شايفين. والف هنا وشفا.